من حوالي 70 سنة وصلت رسالة للكاتب الراحل مصطفى أمين من سيدة بقت أرملة وهي لسه في عز شبابها وأولادها أطفال. حكت في الرسالة إزاي كرست حياتها لأولادها ورفضت تتجوز عشانهم، وفضلت تراعيهم لغاية ما تخرجوا من الجامعة واتجوزوا واستقلوا بحياتهم، والحياة شغلتهم عنها وحست بوحدة. الرسالة أثارت مشاعر الحب اللي جواه ناحية أمه، فكتب يوم 9 ديسمبر 1955 في عموده فكرة في جريدة أخبار اليوم: لما لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه يوم الأم، ونجعله عيداً في بلادنا وبلاد الشرق، وفي هذا اليوم يقدم الأبناء لأمهاتهم الهدايا الصغيرة، ويرسلون للأمهات خطابات صغيرة يقولون فيها: شكراً يا أمي. لماذا لا نشجع الأطفال في هذا اليوم أن يعامل كل منهما أمه كملكة، فيمنعوها عن العمل ويتولوا هم في هذا اليوم كل أعمالها المنزلية بدلاً منها، ولكن أي يوم في السنة نجعله عيد الأم. بعد نشر المقال اتفاعل القراء مع الفكرة واختاروا يوم 21 مارس كعيد للأم، عشان يبقى مع بداية فصل الربيع، وزي ما الربيع بيجدد الأشجار ويدي الألوان للحياة، كمان الأمهات هم رمز لتجدد الحياة وهم اللي بيدوا طعم البيوت.